ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا في البداية عايزة اقول لكم ان الادوات اللي احنا هنستخدمها في الفيديو هنا دي للمنظفات بس، يعني انا الحلة دي مش بستخدمها الاكل ولا المبشرة دي الاكل، دي انا مخصصاها للمنظفات. وعايزة اسألكم، يا ترى فكرة وصفة وكلمتين عجبتكم ولا ما عجبتكمش؟ قولوا لي بتركزوا في الفيديو اكتر ولا في الكلام اللي بنقوله؟ طبعا بقى زي ما اتفقنا احنا هتبقى حلقات ان شاء الله. كان عندنا الحلقة الاولى، دي الحلقة التانية باذن الله. اهلا بيكم في موضوع جديد من حلقات وصفة وكلمتين. قولي بقى يا جماعة، انتوا زينا زي كده بتحسوا ان اليوم بيخلص قبل ما نعمل اي حاجة؟ رغم ان اليوم يعني ساعته هي 24 ساعة مفيش اي حاجة. زي ما قلت لكم موضوع الحلقة ان اليوم معانا بيخلص بسرعة. مش عارفة بقى يا جماعة انتوا كمان زيي ولا انا لوحدي؟ ساعات كده بنصحى من النوم نقول ايه النهاردة ان شاء الله هنروق هننضف هنمسح التلاجة، هنروق الدواليب، هنشيل الهدوم اللي مش عايزينها ونسيب الهدوم اللي احنا عايزينها، ونطبق ونغسل وكذا 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 وكذا. فجأة بنلاقي ان اليوم كده ايه خلص، يا دوبك بس عملنا الاكل، غسلنا المواعين، نضفنا المطبخ، هوب بح اليوم خلاص يا جماعة خلاص. نقول ايه ده يا جماعة، هو اليوم كده خلاص راح فين؟ الغريب بقى ان اليوم هو يا جماعة زي ما قلت لكم 24 ساعة، مفيش اي تغيير خالص، مفيش اي حاجة اتغيرت. احساسنا بالوقت بقى بيطير جدا اكتر من زمان، يعني يمكن عشان بقينا بنعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت. نمسك الموبايل واحنا بناكل، نرد على الرسائل واحنا بنطبخ، نفتح فيديوهات واحنا مستنيين الشاي يغلي على النار. في الاخر نحس ان كل ده خلاص اليوم خلص يا جماعة. اصلا بقى مش فاكرين، يعني تلاقي اليوم عدى كده ومش فاكرين احنا عملنا في يومنا ايه وساعتنا يعني. مش عارفة، يمكن بنضغط على نفسنا اكتر من اللازم، يعني بنضغط زيادة. لو ما خلصناش اللي في دماغنا بنزعل ونحس ان احنا مقصرين في البيت ومقصرين في كل حاجة، مقصرين مع اولادنا، مقصرين في حياتنا. ما تعرفوش بتحس ان اليوم ايه بيخلص بسرعة. في الحقيقة يعني انا عايزة اقول ان مفيش حد بينجز كل حاجة في وقت واحد او في يوم واحد. يعني انا بقيت مقتنعة إن مش كل حاجة لازم تخلص في يوم واحد، يعني نخلّي إيه، نقسّم أوقاتنا. مش كل يعني كده إحنا مش هنتكافئ، يعني مش هيدّونا ميداليات ولا هنعمل أي حاجة. فنقدر نقول إن إحنا نعمل حبّة النهارده، بُكرة أو بعده، عادي يعني الدنيا مش سباق. ونخلّص الشغل إيه، يعني الدنيا مش سباق من الآخر، فما نحاولش إن إحنا نجري علشان ننجز كل حاجة. كمان لازم ندي لنفسنا فرصة إن إحنا نهدى شوية، ندي لنفسنا 5 دقايق مثلا، نشرب كوباية شاي، فنجان قهوة، نقعد كده مع نفسنا في بلكونة من غير موبايل. الحاجات الصغيرة دي بحس إن هي بتفرق شوية، يعني تتفرجي على التلفزيون حاجة انتي بتحبيها، عندك حوض سمك اقعدي اتفرجي عليه، مربية قطة مثلا اقعدي العبي معاها، نقعد نتكلم شوية مع أولادنا. يعني نحاول إن احنا إيه ندي لنفسنا وقت نستمتع بحاجات احنا بنحبها. أكيد الحاجات دي بتفرق وبتخلّينا نقدر نكمّل اليوم ونرجع نكمّل يومنا بنِفس أحسن يعني. وأهم حاجة مش عايزين نقارن نَفْسنا بحد، لإن كل بيت ليه ظروفه غير التاني، وكل واحد عنده مسؤوليات مختلفة غير التانية. يعني اللي بينفع معاكِ ما بينفعش مع غيرِك، واللي بينفع معايا ما بينفعش مع غيري، وهكذا يعني. قولوا لي بقى يا جماعة، أنتم يومكم بيخلص على إيه يعني؟ يومكم بيخلص في إيه بالضبط؟ بتحسّوا إن أنتم بتقدروا تنجزوا اللي أنتم عايزينه، والّا ما بتحسوا إن أنتم بتقولوا لأ أنا هاعمل بُكرة، والّا أنتِ إيه رأيِك؟ قولي. هو لازم ترتّبي الأول أفكارِك، بس هو طبيعي اليوم ما مش كل حاجة بنقدر نعملها فيه. طَب أنتِ شايفة إيه أكتر حاجة بتخلّي البني آدم ما يحسّش إن اليوم مشى زي ما هو ما عايز؟ إنِّك أنتِ تكوني مرتّبة أفكارِك. لأ، اللي بيخلّي الواحد ما بيحس إحنا كده مش مرتّبين أفكارنا بقى. آه. لأ، أنا كده مش مرتّبة أفكاري، لإن بدليل إن اليوم بيخلص وأنا ما خلّصتش اللي أنا عايزاه. هو بقى في سرعة في الوقت، بتحسّي إن الوقت أيوه، ليه بيطير. بقى، ليه بنحس إن الوقت بيطير؟ يمكن عشان بنمسك الموبايل كل شوية؟ لأ، ما بقاش في صحيان بدري زي زمان، الموبايل بقى والله واخد أنا من باصحى بدري. الموبايل بقى بياخد وقت من أيوه صح، إحنا الموبايل بنقوم بياخد وقت. بنقوم يمكن نفضل قاعدين على السرير ماسكين الموبايل ساعة أو ساعتين لحد أيوه، ما نقوم الموبايل خلاص من على خَد من السرير. وقتنا كتير. الموبايل صح، هو الموبايل الموبايل خَد من الأساس فعلًا، هو الموبايل أساس المشكلة كلّها، هو سارق الوقت، سارق الوقت. وللأسف معظمنا بقى رغم إن هو برضه ليه حاجات مفيدة، ما هو بنفهم منّه الحاجات حاجات ياما. الحلوة ليها يعني بيبقى سلاح ذو حدين. ما أنتِ تقولي إيه، هاتفرّج على الفيديو ده، تلاقيكِ ما بقاش فيديو اللي ب10 بعديه 10 20 فيديو. أيوه.
بالضبط كده فالواحد يقول ربنا عشان يبارك لنا في اليوم في عشان نقدر الوقت. نعمل والوقت عشان نقدر ننجز، واللي مش هيخلص النهارده هيخلص بكرة إن شاء الله، على خير. يا رب إن شاء الله. في النهاية بقى كده أنا حابة أسألكم سؤال، إيه أكتر حاجة بتحسّوا إنها بتسرق وقتكم كل يوم؟ الموبايل والّا الشغل والّا المواصلات سواء بتروحي من مكان لمكان والّا حاجة تانية؟ اكتبوا لي يا جماعة في التعليقات وأنا إن شاء الله هارُد على كل تعليقاتكم بإذن الله، ولو عجبتكم فكرة وصفة وكلمتين ما تنسوش اللايك والاشتراك، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة تالتة بإذن الله، ووصفة جديدة وكلمتين من القلب للقلب. وشايفين بقى، شايفين الصابون السايل اللي اتعمل في البيت حلو إزاي؟ ندخل في الوصفة بقى، شايفين الكوباية بتلمع وبتبرق إزاي؟ أنا حتى كمان إيدي ابيضت، يعني الوصفة تحفة، جربوها هتوفر معاكم في المسحوق، هتخلي المواعين بتاعتكم تحفة وبتبرق بتزيق كده، حلوة جدا. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وقولوا لي لو حابين نتكلم في الفيديو الجاي بإذن الله الحلقة التالتة وصفة وكلمتين اختاروا لنا الموضوع، ولو ما اخترتوش الموضوع هنختار احنا الموضوع، احنا وراكم مش هنسيبكم. متنسوش اللايك، دعوة حلوة منكم، اشوفكم في فيديو جديد، اسيبكم في رعاية الله.